إذا أردت صديقي الغالي أن تكون لديك طاقة عالية في جسمك، إذا أردت أن تكون لديك قوة في جسمك، فعليك أن تترك الأفلام المحرمة. هذه الأفلام الخبيثة ستدمر حياتك. عليك أن تترك العادة السرية والأفلام الإباحية، لأنها تدمر دماغك تدميرا. يعني مشاهدة الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية تأثيرها على الجسم أكثر من تأثير المخدرات على الجسم والدماغ ككل. فاحذر من هذه العادات الخبيثة. فأنت الآن أيها المدمن على هذه العادات السيئة تعيش حياة تعيسة، تعيش حياة مملة، تشعر بالملل، تشعر بالفشل، تشعر بأن حياتك كلها عذاب، ودائما تعبان، دائما فاشل، تشعر بالعياء الشديد. أنت الآن متقوقع، كأنك إنسان متقوقع، تعيش في قوقعتك بسبب الإدمان على هذه الأفلام الخبيثة. فنصيحة مني أخي المشاهد، أختي المشاهدة، حاول أن تقتلع عن هذه الأفلام الخبيثة بأي وسيلة كانت. اصبر، عوض هذه العادات الخبيثة بعادات جميلة. عوضها بتلاوة القرآن، عوضها باستغفار، بذكر الله، بالصدقة، املأ كتابك، املأ وقتك بقراءة الكتب، بقراءة القرآن، بقراءة أي شيء ينفعك. هذه العادات ستدمر مستقبلك وستدمر حياتك، بالخصوص الحياة الزوجية في المستقبل. ستدمر حياتك الزوجية تدميرا. هذه العادات ستجعلك ضعيف الشخصية، ضعيف البنية، ضعيف المناعة، وقد تسبب لك القذف السريع، وقد تسبب لك مشاكل ضعف الجنسي، وقد تسبب لك كثير من الأمور المتعلقة بالعلاقة الحميمية بينك وبين زوجتك. فاحذر أخي الغالي، بالخصوص إذا كنت مقبل على الزواج، فحاول الإقلاع والتعافي. ابدأ رحلة التعافي قبل أن تتزوج، ابدأ رحلة التعافي من هذه المصيبة قبل الزواج. هذه نصيحة من أخوك لك أخي الكريم، أختي الكريم. أقسم بالله، ابدأ رحلة التعافي قبل الزواج، قبل أن تضع نفسك في موقف محرج. أسأل الله العظيم أن يثبتك، أسأل الله العظيم أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله أن يقويك على رحلة التعافي هذه، لأنها رحلة صعبة 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 للغاية. رحلة التعافي هذه رحلة صعبة للغاية. فحاول أن تدرك نفسك قبل فوات الأوان. فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وأحبكم في الله. رحمة الله. السلام.